You are talking to the words right now. Well, We got like a little bit disappointed. Okay. About this. Why? because the museum is not fully opened. سليم دلوقتي عند المتحف اللي كلف مصر $1.5 مليار. يا ترى يستاهل ولا لا؟ That's why King Ramses II over there at the obelisk wrote his name at the base of it, which made us here in the Grand Egyptian Museum. ولو دي اول مره ليكم تشوفوا اي فيديو على القناه هنا، اشتركوا دلوقتي حالا في القناه وفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديوهات كل يوم سبت واثنين واربع الساعه 8 بالظبط. اتمنى الفيديو ده يعجبكم. اول مره تدخل المتحف بتاخد جهاز زي ده بالسماعه اللي انا لابسها، بيبقى معاك حد مترجم، سواء المترجم ده ممكن يكون بالعربي او بالانجلش. انا دلوقتي سامع صوت المترجمه وهي موجوده ورايا دلوقتي، بصراحه حاجه تحفه. يعني اول مره الاقي متحف موجود فيه مترجم انكلودد للتذكره. التذكره ب 200 جنيه مع المترجم. بصوا شكل الجروب اللي انا موجود معاه، وبصوا التور جايد بتاعتنا عامله ازاي. عايز اقول لكم ان انا اخترت اكون موجود في الجروب الاجنبي علشان تبقى كله بالانجلش، وبجد يعني حاسس الموضوع فيه عالميه شويه وفي اهتمام بالكواليتي في كل حاجه. يعني حتى بنت التور جايد اللي كانت بتتكلم باين ان هي الانجلش بتاعها حلو جدا، وموضوع بصراحه مختلف، تحس كده ان هو حاجه عالميه. فهي الجوده بتاعت كل حاجه هنا نوعا ما بصراحه مختلفه. بصوا يا جماعه المتحف المساحه بتاعته كبيره جدا، في اماكن مفتوحه وفي اماكن تانية لا، بس بصوا المساحه والجوده بتاعتها وان كله بنفس الالوان. بصوا مجرد ما تدخل المتحف كده تحس كله بنفس التصميم. بصوا المدرجات دي معموله كلها بنفس التصميم، حتى الكواليتي بتاعت المكان نفسها. بصوا الارضيه عامله ازاي، بصوا السقف معمول ازاي، بصوا الارضيات الكواليتي بتاعتها حلوه جدا في كل تفصيله فيها، حقيقي حلوه جدا ومبهره. في ازاز في كل مكان، فحاسس بجوده بصراحه حلوه قوي في كل حاجه هم عاملينها يعني في المكان. وكمان بقى الاهم من كل ده هو النظافه. بصراحه لحد دلوقتي ما شفتش اي حاجه مرميه على الارض، اي حاجه في المتحف مش نظيفه، اي شيء مش كويس، اي حاجه مش حلوه، فده مبدع لحد دلوقتي. As a serpent, and it would be the Anjit. May eternal life be given to him or to her. Ancient Egyptians have believed that 100 years were not enough, so they believed in afterlife. They started to shape and make everything towards this perspective or towards this idea. بصوا بقى الجوده بتاعت كل حاجه واحنا داخلين من البوابات نفسها، بوابات منظمه، كل حاجه نظيفه، في ازاز في كل مكان. Don't worry, we are gonna take escalators or the ascensor, whichever that's, or you can even go there. كل مكان هتبقى موجود فيه هنا هتحس ان انت كل المكان معمول بنفس التصميم. الازاز ده المكان كله معمول بنفس الازاز، كله معمول بنفس التصميم، فالكواليتي بتاعت كل حاجه هنا بصراحه حلوه قوي. هنا في سلم اللي هو متحرك الناس بتتحرك منه. بصوا شكل الديزاين نفسه، بصوا شكل الحاجات هنا عامله ازاي، بجد تحفه. السلالم نفسها معموله بتدريج معين. بصوا شكل حاطين المتاحف، حاطين التماثيل بشكل حلو قوي، شكل حقيقي مبدع. في ناس رهيبه جدا بجد، شكل تحفه قوي كتنظيم كاضاءه كل حاجه. المكان بصراحه عاجبني جدا جدا جدا، هي المكان تحفه يعني. كمان احلى حاجه هنا في السلالم اللي هي متحركه كانك بالظبط في المطار. بص الكواليتي بتاعتها عامله ازاي. احنا بنتحرك دلوقتي، المرشده السياحيه بتتكلم وتشرح لنا بقى كل حاجه هنا. بصوا الشكل بتاع من بره، بصوا التماثيل والتحف، بنشوف كل حاجه واحنا بنتحرك، شكلها حلو قوي. هي كمان بتشرح واحنا بنتحرك، فالموضوع بصراحه شكله تحفه جدا يعني. بصوا يا جماعه حاجه رهيبه بصراحه. بصوا تحفه، بيتحرك كده شكله هايل، حقيقة تحفة تحفة. لو انت مش من الناس اللي بتحب قوي الاماكن التاريخيه او القصص بتاعه التاريخ او حكايات التاريخ بشكل عام، ممكن ما تستمتعش قوي هنا، ولكن اللي هيعجبك قوي هو اضاءه المكان. كل حاجه في المكان معموله بجد ان هي تبقى ملفته قوي للناس وتبقى جذابه، وحقيقي حاجه نوعا ما تشرف قوي انه في متحف معمول بكواليتي عاليه جدا. اعتقد ان هو ممكن يكون بينافس المتاحف العالميه في الكواليتي بتاعته والتصميم بتاعه، بس كتاريخ
لو انت بتحبش التاريخ قوي والتفاصيل بتاعه التاريخ ممكن ما تستمتعش قوي هنا في المكان، بس هيعجبك المنظر، هتعجبك الاشكال، هيعجبك الديزاينز نفسها، هيعجبك القصص بتاعه كل تمثال او القصص بتاعه كل حاجه. التنظيم نفسه بتاع المكان، يعني بص المدرج نفسه عامل ازاي، المدرج شكله حلو قوي بصراحه، عاملينه بتصميم هايل قوي وعاملين بشكل حلو قوي، فمبدع. معمول تقريبا من نفس شكل المدرج اللي موجود في المتحف المصري القديم اللي في التحرير، بس ده شكله مختلف شويه، معمول بجوده احلى والتفاصيل افضل بكتير. عايز اوريكم حاجه من احلى الحاجات اللي موجوده في المتحف هنا، ويمكن مش موجوده في اماكن تانية كتير، هي ان السلالم دي موجود فيها، يعني انت واقف قدام السلالم دلوقتي، انت بتطلع من السلالم دي حاجه زي تكييف، بيطلع منها هواء، فهي بتفرغ هواء، ففيها زي تكييف. السلم ده او المكان ده تكييف يا جماعه، يعني لو انت وقفت هنا دلوقتي دي بيطلع منها هواء، انتوا متخيلين الموضوع عامل ازاي؟ دي مفرغه هواء، ما هياش شكل كده بس، يعني الاماكن دي كلها بيخرج منها هواء من السلم نفسه، فدي حاجه صراحه مختلفه جدا جدا وبتخليها مميزه عن اي مكان. ما حصلش انا شفت قبل كده مكان يبقى فيه الهواء بيخرج من السلالم، فانا واقف دلوقتي قدام السلم حاسس ان في هواء قدامي، فدي حاجه مختلفه، يعني التكييفات مش موجوده فوق، لا التكييفات موجوده من السلالم، فانت مجرد ما قعدت هنا تحس ان في هواء. انا قعدت على السلم دلوقتي حاسس انه في هواء، من دي بصراحه مختلفه نوعا ما، وكل ما هتطلع اكتر كل ما يبقى الجو حر، فدي من اكتر الحاجات اللي بتميز برضو المكان عن اي مكان تاني. حلو جدا، بصوا الجودة بتاعته حلوة قوي بصراحة، شكل التصميم في المكان حلو جدا يخطف العين، التصميم بتاعه حلو لذيذ قوي بصراحة. اكتر حاجة عجباني دلوقتي الجودة اللي معمولة في كل مكان، ان هم قاصدين يخلوا المكان يبقى حاجة تشرف شوية، وده باين في كل التفاصيل بتاعته. في حاجات كتير حلوة ولكن يعني انا بالنسبة لي مش بحب الاماكن التاريخية قوي وتفاصيلها، بس الحلو انك انت بتيجي تشوف يعني انه في حاجات فعلا في مصر تشرف، في متاحف فعلا في مصر تحس ان هي عالمية، مش معمولة بكواليتي اي كلام، او مش معمولة بتفاصيل مش حلوة قوي. ومن احسن الحاجات اللي هتلاقوها هنا ان كل مكان او كل عمود او كل حاجه هتلاقوا فيه التفاصيل بتاعته، يعني زي مثلا المعبد ده او زي العمود ده هتلاقوا التفاصيل بتاعته كلها هنا. ده عمود الملك بطليموس مثلا، دي التفاصيل بتاعته، ده بيعمل ايه من سنه كام لسنه كام. كانخت مريء آمون، كانخت مريء توم. The strong bull, the beloved of Amun. The strong bull, the beloved of Atum. And it changes according to the... So where are you from? I'm from Poland. Poland. Okay. So what's your main language actually? Polish. I saw a lot of tattoos like in all of your body, so I'm just curious to know like the story of each one of them. I have so many tattoos, like Okay. about 17. Okay. So The first one we can see is this tiger. It's like tiger. Yeah, it's a tiger. Awesome. And is it like everyone has a story? Like, do you make those tattoos just for like a story or something? No, Or you just no, like them it's because you just like for- them? Yes, I like them. This one about? Okay, what is it about? It's a mushrooms, and I Mushroom. always want to have a because mushroom. you like mushroom or? I like mushrooms. Yes. Okay, that's why. Could you make all those tattoos like each one in a different place? Different No, country? no, the one person, Okay. but for now I make like couple of them at one. Hi, I'm Mariana. I'm from Portugal. I'm Tony, I'm from Spain. I was asking her like, do you like the places and the historical places of Egypt or not? So she was saying a different answer for me. So I would just want you to hear that. Go ahead. you are talking to the words right now. Okay. Just go ahead. We got like a little bit disappointed Okay. about this. Why? Because the museum is not fully open, and we were expecting to see like mummies or like historical jewels and stuff like that. And we're only seeing like stone sarcophagus and Yeah. stuff. And It's they- interesting too, and we have the history available to Okay. us, but it's not all of the history, and it's Okay. not a lot. So. Actually, like my opinion is similar to you because I don't like those places. I just like to be in the event itself. For sure, I like For to sure. be in Yeah. the place and feel like, imagine that I'm surrounded by the too. people, like Yeah. ancient Egyptians and stuff like The that. environment is very important. Me too. So I recommend you to go to Luxor Anaswan. Mariana, you're speaking in Portuguese. So can you Yeah. teach me some of Portuguese? I'm gonna introduce myself real quick. Go ahead. In português. Okay. Olá, o meu nome é Mariana. Ok. Sou estudante de medicina, estou a fazer Erasmus no Egito e neste momento estou no Museu do Egito. I didn't understand anything, but I think they will understand all of this. But like you just introduce yourself and say your name is Mariana and Yeah, said what I'm doing here in Egypt and Okay. where I am.
teach me like most difficult like Portuguese word. Otorrinolaringologista. Otorrino. Otorrino. Laringo. Logista. Logista. So what does it means? It's the doctor that takes care of like the throat And the hair. and the airways, basically. It's a very complicated word, so I'm really sorry that I asked you for this. But thank you so much. You have the video, you can watch it Yes. and try to say it. Yeah. Awesome. I can teach you like difficult or different Egyptian words. Yes, Are you please. in? Okay. أنا اسمي سليم وأنا مبسوط قوي إني قابلتك النهاردة. So it means my name is Salim Okay. and I'm really happy to meet you today. It's very simple. So nice. Okay. Again. أنا أنا مبسوط مبسوط إني إني قابلتك قابلتك. النهاردة. It's like today. It's today, but it's like Okay. النهاردة. إن هردو. إن إن هاردة. هردو. النهاردة. إن هردو. النهاردة. إن هردو. Yes, you're great with languages. You have a great future to speak more Oh, thank you, languages. thank you. So much. Thanks. Bye. دلوقتي بقى انا موجود في اخر مكان خالص، يعني ورايا كله المتحف، دي السلالم اللي احنا كنا بنطلعها، ودلوقتي انا في اخر متحف خالص. بصوا من هنا بقى بيبص على الهرم على طول، فدي اكتر حاجه بصراحه مميزه. الساحه دي كلها ده بيبص على الهرم. بصوا يا جماعه المدخل انت بتتحرك هنا كده وبعدين بتروح بقى. بصوا شكل الهرم من هنا حلو جدا اهو. هو المكان هنا قريب جدا جدا من الهرم، يعني قرب مما تتخيلوا. ودي اكتر حاجه مميزه ومعموله علشان يكون اي حد سايح يكون موجود في الاهرامات فيحب ان هو يجي المكان هنا، فعشان كده معمول قريب منه. ودي نقطه تسويق رهيبه جدا، هو موجود جنب الاهرامات فالناس بتاخده في نفس التور. بصوا من هنا قريب جدا، بس حتى التصميم بتاع المكان نفسه من فوق عامل ازاي رهيب. بصوا بقى الساحه نفسها، شكل المتحف نفسه من هنا كله، والسبيس بتاعته حلوه جدا وباين كل التفاصيل بتاعته من هنا، يعني كاضاءه كلايتنج كتصميم نفسه، الالوان بجد شكلها حلو قوي ومنسقه جدا جدا جدا. يعني اول مره بصراحه ان انا الاقي متحف والمتحف ده يكون فيه زي شوبينج سنتر ومكان تلاقوا فيه كافيهات وتلاقوا فيه اماكن تشتروا منها حاجات. دي من الحاجات بصراحه المختلفه قوي. يعني انتوا تخلصوا المتحف من وراكم هنا هتلاقوا هنا بقى مكان في كافيهات ممكن تقعدوا فيها، يعني في كافيهات موجوده هنا في كل مكان، اماكن معموله بكواليتي حلوه قوي بصراحه كافيهات. وعلى الناحيه الثانيه هنا تلاقوا ستاربكس طبعا مقاطعه فمش هنتكلم عليه، بس في حاجات تانية، في اماكن ممكن تشتروا منها حاجه، اماكن ممكن تعملوا فيها شوبينج. فمن الحاجات المميزه يعني انك تلاقي متحف والمتحف ده في نفس الوقت معمول فيه بعديه معمول فيه كافيهات ومعمول فيه اماكن تقعدوا تاكلوا فيها حاجه، معمول فيه مكان ممكن تشتروا منه حاجه. فدي بصراحه حاجه مميزه قوي في المتحف هنا. وده بقى ممكن يكون اخر حاجه هتكلم عليها خالص، ولكن انا حبيت المكان جدا، عجبني المكان قوي وبصراحه تجربه مختلفه. دلوقتي بقى قولوا لي في الكومنتس تفتكروا المتحف ده يستاهل يدفع فيه 1.5 مليار ولا لا؟ مش عارف انتوا ممكن تكونوا بتحبوا الاماكن السياحيه ولا لا، ولكن هي تجربه بصراحه مميزه. قولوا لي في الكومنتس حابين النوعيه دي من الفيديوهات ولا لا، وحابين ان احنا نكمل نستكشف اماكن ممكن تكون سياحيه وممكن تكون لا في الكومنتس. تابعوني سفر ومغامره اكتر. انا سليم، سلامكم الله.